بخطأ بسيط ممكن تخسر كاع الفلوس اللي جمعتيها. إلا كنتي باغي تشري منزل الأحلام ديالك وتستقر، رد البال مزيان، حيت كاينه دابا واحد الحملة في البلاد ماشي غير على العشوائيات، لا راه هاد الحملة ولات كتشمل حتى الديور والمباني اللي مفينيه ومصروف عليها الملايين وعامرة بالسكان. كيفاش تجنب هاد الكارثة وكيفاش تحمي فلوسك؟ وشنو هما الأنواع ديال الديور اللي خاصك تهرب منهم؟ اجيو نفهموا شنو واقع بالضبط وعلاش هاد الموجة ديال الهدم. كاين جوج انواع اساسيه ديال المباني اللي خاصك تحدي منهم مزيان، يا اما مبنيه بطريقه غير قانونيه ولا مبنيه على ارض غير قانونيه. هاد الصيف بالذات كينتعش سوق العقار في المغرب، وكينتعش فيه البيع والشراء ديال الديون والأراضي، خصوصا مع الجاليه اللي كترجع لبلادها باش تدوز العطله وتستغل الفرصه باش تشري شي دار. ولهذا هاد الفتره بالذات كيخصك تكون واعي في كل خطوه وما تزربش، حيت اي خطوه غادي ديرها وما تكونش حاسب الحساب ديالها ممكن تضيع لك فلوسك. السؤال هنا، علاش كيتهدموا هاد المنازل؟ كنعرفوا جميع ان الدوله كتهدم بغير العشوائيات والبرارك، ولكن دابا الموضوع كبر من هاد الشيء. اولا، اي دار تبنات بخرخصه البناء كتعتبر غير قانونيه وقابله للهدم. فاش كتكون تبني في شي دار ضروري خاصك رخصه البناء، الا بنيتي بلا بها غادي يريبوا لك الدار وكيعطوك واحد الاجال باش تريبها بنفسك. راه الا ما هدمتيهاش فراه كتجي السلطات هي اللي كتريبها وكيحسبوا عليك الثمن ديال الهدم. ثانيا، واخا تكون عندك رخصه البناء ولكن ما احترمتي الشروط ولا المواصفات اللي فيها، حتى هذه راها جريمه. الا شديتي رخصه البناء وقالوا لك بني طابق واحد ولكن انت زدتي ودرتي جوج ديال الطبقات، ولا فيها علوم معين وانت درتي علو اكثر، فهاد الحاله كيعطوك اجل باش تصلحوا الطابق البني مع الرخصه. ولكن الا كان شي امور ما يمكنش تصلحها فراه غادي يهدموا لك. تاكد 100% ان البنايه مطابقه لكاع داكشي اللي كاين في رخصه البناء ديالها. النقطة الثالثة اللي خاصك ترد ليها البال مزيان هي الأرض اللي تبنات عليها ديك الدار. ممكن تكون الدار مبنية على أرض ممنوع فيها البناء، واخا تكون ديك الأرض ملكك الخاص وعندك الملكية ديالها. إلا كانت هذيك الأرض مثلا فلاحية ولا الدولة منعت البناء فيها لشي سبب من الأسباب، مثلا شي مشروع مستقبلي ولا منطقة عسكرية ولا فيها تلوث، فراه في هذه الحالة ما عندكش الحق تبني فيها. وبزاف ديال الناس كيطيحوا في هذا المشكل، كيجي مول الأرض كيوريك الملكية ديال الأرض وكيقول لك هاي الأرض ديالي بنيت فيها الدار، وكيبيع لك الدار بالملكية ديال الأرض. ولكن خاصك تتأكد أن الأرض نفسها صالحة للبناء، ماشي غير أنها ملك ديالو. ثم كتجي الأهم الوثائق اللي خاصك تحضيها مزيان، ألا وهي رخصة السكنة وشهادة المطابقة. بزاف الناس كيحصلوا على رخصة البناء وكيبنيو، ولكن كيتغافلوا على رخصة السكنة أو شهادة المطابقة. هاد الوثيقة هي اللي كتقول أن الدار صالحة للسكنة ومطابقة للمعايير بعد مسألة البناء. يعني أنت كمشتري خاصك تتأكد أن الدار عندها رخصة البناء وعندها رخصة السكنة وعندها البلان ديالها. والأهم من هذا الشيء كامل أن هاد الوثائق بثلاثة، يعني البلان ورخصة البناء ورخصة السكنة، خاصهم يكونوا مطابقين مع بعضياتهم. والأكثر من هذا الشيء خاصهم يكونوا مطابقين مع الواقع ديال الدار اللي غادي تشري.